كلمة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل ما أبدأ كلمتي اسمحوا لي أن أنا أوجه لكم جميعا كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام، لأن علماء مصر أمر عظيم جدا جدا، وحتى التكريم اللي احنا بنعمله دلوقتي يعني مش كفاية هذا التكريم اللي احنا نقول لهم متشكرين على كل الجهد وكل السهر وكل الإخلاص اللي هم وصلهم للمستوى ده. فاسمحوا لي ان احنا من فضلكم نوجه لهم جميعا اللي موجودين معانا هنا واللي مش موجودين كل التحية والتقدير. فضلكم برضو مهم قوي قبل ما ابدأ كلمتي ان انا الكلمة موجهة للعلماء، علماء مصر يعني، لكن انا عايز اقول كلمة كمان للمصريين. انا عايز اقول للمصريين انتم بخير قوي، انتم بخير قوي، واللي بيتحقق كل يوم صحيح مش كفاية، لكن هو جيد قوي وكويس قوي. خلي بالكم التحديات اللي موجودة كانت كتير وما زالت. التحديات اللي موجودة في مصر كتير قوي، لكن احنا اوعوا تتصوروا ان احنا هنخلصها يعني في وقت، في يوم وليلة يعني زي ما بيقولوا، لا، انما في اخلاص وفي جهد وفي امانة، ولسه هيبقى في اخلاص اكتر وجهد اكتر وامانة اكتر. وطالما في اخلاص وجهد وامانة، ازاي ما تبقوا مش متصورين ان ربنا هيوفقنا؟ ازاي تبقوا قلقانين او نبقى قلقانين؟ احنا كلنا قلقانين. ما احنا لازم نقلق عشان مصر تطلع قدام، صحيح، ولازم نقلق عشان مصر تكبر وتقوى، بس بينا كلنا وبالامل. في امل لازم تكونوا متأكدين من كرم ربنا للبلد دي. هو بيكم بيحفظها وبيكم هتكبر وتتقدم. انا كان لازم اقول الكلمتين الصغيرين دول عشان اطمن الناس، لان خلال الفترة اللي فاتت حصل كتير من الارتباك. لا اطمئنوا. بقول تاني، اللي مطلوب كتير، لكن احنا ماشيين على طريق التقدم، وبنحل وهنحل. انما اللي لازم تبقى قوية جدا جوانا هي الثقة والامل. الثقة في انفسنا قبل كل شيء، والامل في الله سبحانه وتعالى وفي جهدنا وفي النجاح القادم. فكان لازم بس اسمحوا لي ان انا اقول الكلمتين دول عشان علماء مصر الكرام. نحتفل اليوم معا بعيد العلم، ونكرم كوكبة من علماء مصر ونوابغها تكريما مستحقا يليق بما بذلوه من جهود للمساهمة في رفعة هذا الوطن. إن العلم يمثل أمل هذه الأمة لتحقيق مستقبل أفضل، ولقد حان الوقت لندرك جميعا أن تطوير منظومة البحث العلمي ليس دربا من الرفاهية، وإنما أضحى ضرورة من ضرورات العصر للحاق بركب التقدم وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في الرخاء والتنمية، والارتقاء بجودة التعليم وربطه بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب. وهكذا يصبح البحث العلمي مقوما أساسيا من مقومات الاقتصاد المصري وركيزة محورية من ركائز الحياة المصرية.
إن أمة بها أمثالكم من المبدعين المخلصين لقادرة على التحدي والنهوض والتقدم، وهو الطريق مفتوح أمامكم لتقودوا مصرنا إلى آفاق المستقبل. وقد كفل الدستور الجديد الذي أقره المصريون في مطلع العام الجاري حرية البحث العلمي، وشجع مؤسساته واعتبره وسيلة من وسائل تحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة. كما ألزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين، وحرص على أن تكفل سبل المساهمة في نهضة البحث العلمي للقطاعين الخاص والأهلي وللمصريين في الخارج. ومن هنا بادرت الدولة إلى تأسيس مجلس علماء وخبراء مصر والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، لتشكل جميعها مع وزارة البحث العلمي والجامعات المصرية ومختلف المعاهد والمراكز البحثية أوعية متكاملة لإسراء البحث العلمي والاهتمام بتفعيل شقه التطبيقي، ليصبح واقعا ملموسا في حياتنا اليومية، وذلك إيمانا بأن التنمية التي لا تؤسس على مقومات علمية تدعمها وتطورها تظل تنمية هشة مفتقدة لأساس استراتيجي متين. علماء مصر الكرام في إطار نظرة شاملة وبالتوازي مع الجهود المبذولة لصياغة استراتيجية تطوير التعليم، كلفت المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي منذ شهر سبتمبر الماضي بصياغة تصور متكامل للنهوض بمنظومة البحث العلمي. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أعلن عن ثمرة هذه الجهود الدؤوبة من خلال إطلاق المبادرة القومية نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، والتي تستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصري، فبناء العقل العلمي وتمكين المواطن المصري من التعلم مدى الحياة هو أفضل استثمار لبناء هذه الأمة. إن هذه المبادرة سيتم تطبيقها من خلال 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تتضمن كل منها ضمن الكثير من المشروعات مضاعفة المنح للمتفوقين من أبناء الوطن للدراسة في الجامعات العالمية، وإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي، ووضع استراتيجية مصرية للبحث العلمي تربط الخطط البحثية بأهداف واضحة، وتسهم في الارتقاء بالبحث العلمي كما وكيفا. استراتيجية ترتكز على محاور أساسية وتدعم التوجهات الوطنية. استراتيجية تؤكد على أهمية البحث العلمي التطبيقي وتنفيذه، وتبتكر الحلول العلمية والواقعية للمشكلات والعقبات التي تعترض العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والخاص والمجتمع بشكل كامل. وفي هذا الإطار أدعو مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين لتبني سياسة الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، كما أن علينا إيجاد وسائل للتنسيق بين هذه المؤسسات العلمية والبحثية وبين المؤسسات الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق التطور التكنولوجي. فأشد ما تعاني منه مصر ويعاني منه العلماء والباحثون أن تظل نتائج البحوث حبيسة الأدراج، وأن تبقى المؤسسات الإنتاجية بمعزل عنها مكتفية بأساليب صناعية عتيقة أو لاهثة وراء تكنولوجيا مستوردة. وهذا ما نريد أن نتعاون جميعا على تغييره. لقد بات المجتمع المصري في أمس الحاجة لمخرجات أبحاثكم في الصحة والغذاء والدواء، في الطاقة البديلة بجميع أنواعها، في تحسين منتجات البترول، في توفير المياه وتحليتها، في استنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل ندرة المياه وملوحتها، فضلا عن الاستزراع السمكي ومجال الاتصالات والمعلومات وغيرها. علماء مصر الكرام تبرز مع التحديات العظيمة الهمم العالية
والقدرات الخلاقة، بل إن نهضة الأمم مرهونة بما تواجهه من تحديات، فالتحديات والأخطار التي تواجهها الأمم تصبح دافعا رئيسيا لها لاستنهاض إرثها ومخزونها الحضاري. وعلى هذا الأساس فإن استمرار حيوية أي حضارة وقوتها مرتبطة بالشعور بالتحدي ونوعية الاستجابة المطلوبة لمواجهته. ومما تؤكده لنا تجارب الأمم إن صناعة المستقبل فن من الفنون يتقنه من يستطيع التفاعل مع أدوات الأمل والعمل، ومن يمتلك الفكر والإرادة، وهو ما نصبو جميعا إلى تحقيقه في مصرنا الحبيبة. أشيد بهذه الجهود العظيمة وأدعو وزارة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية الشباب المصرية للعلوم وكل مؤسسات منظومة العلوم والتكنولوجيا لمضاعفة الجهود والتفاني في تقديم كل العون لعلماء مصر الكرام، حيث تنتظر مصرنا الحبيبة منهم ومنا جميعا المزيد والمزيد من الجهد والعمل والإخلاص. والحقيقة قبل ما أختم كلمتي أنا مرة تانية هستأذن مجلس أمناء صندوق تحيا مصر، وموجود السيد رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا، وهم مشرفين على هذا الصندوق، إن احنا ندعم أو نضاعف الصندوق الخاص بالعلوم والتكنولوجيا، إن كان رقمه يتضاعف هذا الرقم من خلال منحة تقدم من صندوق تحيا مصر. لأن احنا إذا كنا بنتكلم على إن احنا عايزين نعمل نقلة عظيمة في هذا المجال، فاحنا محتاجين إن احنا نشجع كل مجتهد، سواء كان إن احنا نديله فرصة إن هو يعني ياخد فرصة إنه يتحصل على العلم والمعرفة من الجامعات العالمية، واحنا كمان إن شاء الله هتبقى إن شاء الله جامعاتنا تاخد مكانها اللي احنا بنتمناه بين الجامعات العالمية. ولكن كمان لازم الصندوق يبقى فيه أموال تساعد في هذا في الصرف على نفقات العلوم والتكنولوجيا. في النهاية أنا بشكركم وبشكر كل عالم وباحث ومجتهد، وبدعو لمزيد من الجهد والبحث من أجل مصر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.